هالو لويتر. يا ترى ليه الطلبة ساعات بيشتكوا إنهم مش بيتقدموا بسرعة في تعلم اللغة مع إنهم بيحاولوا وبيذاكروا وبيحضروا؟ السر هنا مش في كمية الشرح لكن في طريقة التعليم نفسها. والنهاردة هنشارك مع بعض 4 حاجات مهمة جدا عشان نوصل لحاجة اسمها Beschleunigtes Lernen، ودي مبنية على علم النفس التربوي. أنا إبراهيم رضا، مدرس لغة ألمانية فوتبلنا في دي دويتشن ليركرافته، وهدفي تعليم اللغة الألمانية بطريقة احترافية وكمان ممتعة. ال4 حاجات هما: نمرة 1 Schritt Nummer 1 Oxyposition, Nummer 2 Sprachbausteine, Nummer 3 gezielte Wiederholung, Nummer 4 Verantwortung übertragen. ناخد واحدة واحدة كده ونتكلم فيها. نمرة 1 Exposition. يعني ايه Exposition؟ ان احنا بنتعرض كتير للغة. mehr hören mehr sprechen. زي ان هما يقدروا نحافظ على فكرة ان احنا نسمع ألماني كتير جدا، وبرضو ليها شوية حاجات لازم ان احنا نكون حريصين عليها. نمرة 1 Verständlich، اللي احنا الحاجة اللي احنا نسمعها تكون إلى حد ما مناسبة للمستوى بتاع الطالب نفسه. نمرة 2 Authentisch. يعني ايه Authentisch؟ يعني حاجة من واقع الحياة نفسها، اللي انا بقدر اشتغل بيه في حياتي او اللي انا بعمله. لو انا شغال مدرس، يبقى انا احتك بالحاجات اللي ليها علاقه بالتدريس واحاول اتعلم الحاجات اللي ليها علاقه بالتدريس. لما تغير لازم تكون انتريسانت، انا فعلا مهمه الحاجه دي بالنسبه لي وتكون ممتعه. واخر حاجه اللي هي ein Prägsam، اللي هي تكون بتثبت في اللغه، بتثبت في الذاكره. يعني ايه بتثبت في الذاكره؟ ان احنا بنستعملها عن طريق شبيله، عن طريق ان انا اعمل غولن شبيل، عن طريق ميني بروجكت، ايا ما كان. دي ال4 حاجات دول مهمين جدا لما نيجي نسمع حاجة في الهيرن. Schritt Nummer 2 Sprachbausteine. يعني ما تعلموش كلمة بكلمة. يعني ما تقولوش كلمة Ahnung يعني ايه، قول له ich habe keine Ahnung. لما تقول له ich habe keine Ahnung، هنا الكلمة ثبتت اكتر من ان انا اقول له Ahnung يعني ايه. وده حاجة بتزود الفلوسشكايت وكمان السبراخliches Vertrauen، اللي هو بيبقى عنده ثقة كبيرة جدا في اللي هو بيقوله، وكمان ان هو بيتأكد من السياق نفسه ان هو بيتعلمها في السياق، فبتبقى اكتر ثباتا يعني. Schritt Nummer 3 gezielte Wiederholung. المعلومة ما بتثبتش من أول مرة، لازم المعلومة تعدي عليها مرة واثنين وثلاثة. لو أنا بدرس في الكورس، المفروض إن أنا بعمل كويز بعد كل 3 سيشنز عشان أنا أتأكد إن الناس ثبتت المعلومة، وبعد شهر مثلا بعمل كويز تاني. ده ليه؟ بيخلي المعلومة تثبت بشكل كويس عن طريق إن إحنا بنعمل ميكس ما بين البرودكتيفة Übungen اللي هي schreiben وsprechen، او الريسبتيف übungen اللي هو الليزن والهيرن. ودي الحاجه ديت احنا دايما بنكون حريصين عليها. ما ينفعش ان في يكون سيشن كده ماشي محدش عارف هو رايح فين. لازم يبقى بعد 3 سيشنز مثلا كويز، لا بعد 8 سيشنز كويز، بعد 12 سيشنز يبقى في كويز، وهكذا. وبنعملها عن طريق شبيله زي ما احنا قلنا ميني بروجكت او بارتنر انترفيوز. Schritt Nummer 4 Verantwortung übertragen. ما تحاولش تسيطر على كل حاجة في السيشن. Wenn der Lehrende mitentscheidet, lernt er schnell. لو هو شارك معانا في الفوتشاتس ريسيرش، او ان هو بيدور على كلمة، او ان هو كمان بيبحث عن معلومة ما، يعني بيديله حاجة ثقة كبيرة جدا في نفسه وان هو بيكون تثبت عنده اكتر. الحاجة التانية، لو احنا التقييمات بنخليه يشارك فيها، ان هو يعمل حاجة اسمها زيلبست اينشيتسونج، تقييم لنفسه. وبعدين لو هو كمان شارك في التيمن فوتشاتس، لو احنا بنتكلم عن موضوع معين وهو بحث عن كلمات زيادة، فده بيديله ثقة اكتر، وكمان بتزود عندنا الفلوسشكايت، وكمان بتزود عندنا زي ما احنا قلنا الزيلبست فاتخاو. لو انت مدرس الماني جامد ونفذت ال4 خطوات اللي احنا قلنا عليهم: Nummer 1 Exposition, Nummer 2 Sprachbausteine, Nummer 3 gezielte Wiederholung, Nummer 4 Verantwortung übertragen. تلاقي الطالب بتاعك فعلا بيتكلم مش بس بيتعلم. ولو انت عايز تكون مدرس الماني جامد، تدرس الجراماتيك وتدرس الفوتشاتس والشرايبن والسبريشن، وكمان تعمل افكتيفس مانجمنت كلاسن مانجمنت، هيبقى في راوند جديده ميني داف وركشوب تبقى الفتره الجايه. لو عايز تفاصيل اكتر ابعت لي. تشوس، auf Wiedersehen.